أخبار السودان كل يوم عمالة تزيد وتشعل أكتر وأكتر. في ستات عمالة تموت، وفي أطفال عمالة تموت، وفي بنات لسه عذراء عمالين ياخدوا منهم عرضهم وشرفهم، عيني عينك كده ويسلبوا منهم. في شباب بيدفنوا تحت التراب دول. آخر حاجة حصلت، حميدتي اللي انتوا طبعا عارفينه، اللي خارب الدنيا وراعب الدنيا في السودان، طلع في فيديو بيتكلم وبيهدد. بس بيهدد مين؟ لا، بيتهدد على المتغطي. بيقول أي طيارة من أي دولة مجاورة هتطلع من أي مطار، المطار ده بالنسبة لنا مشروع، يعني معنى ذلك إن هو هيضربه. يعني بيتكلم إن في دولة مجاورة مجهولة بيطلع منها طيارات بتطلع تضرب برضه، طيران مجهول. هو بقى بيتكلم على الطيران ده، بيقول إن الطيارة دي لو في بقى مطار طلع منه طيارة تاني هيضرب المطار ده. يقوم سبحان الله بعدها بساعتين تقوم جاية داخلة طيارات ضربة الميليشيات جوه، ضربة الجيش بتاعه يعني من الآخر. ثم إن كان الكلام ده كان مجمد قلبه ليه بقى؟ كان جايله صفقة حلوة قوي على المغمض، برضه من دولة مجهولة تانية. الدولة المجهولة التانية دي بقى جابت له طيارة كبيرة مليانة أسلحة وذخيرة على أبعد مما تخيل. يعني لو ضربت طلع برا السودان، ترمي برا حدود السودان. فالطيارة دي انضربت. غير ان في حاجة تانية، في طائم اوكراني، اللهم صل على النبي، كولومبي، طاقم كولومبي مرتزقة، بما فيهم فريق برضو معزول من الجيش مرتزقة كولومبي. كانوا كلهم راكبين في طيارة، عددهم كبير جدا، طيارة برضو من دولة مجهولة. حلو الكلام ده، حلو أوي كلمة مجهولة دي. وبعد كده انضربوا برضو في الجو، برضو من طيران مجهول. الحمد لله، ربنا يخلينا الطيران المجهول ده على طول، ويحفظه لنا يا رب، ويتنيه دايما كده بينفذ مهمات هنا ومهمات هنا. احنا النكش حوالينا بقى كتير أوي زيادة عن اللازم، فربنا يسترها، لأن في عدم استقرار في المنطقة. في حاجات بتحصل غريبة جدا، يعني مش عارف. تقريبا كده احنا كنا قلنا ان الحرب خلصت وهديت، تقريبا كده كانت بتاخد هدنة صغيرة عشان تستعد للمعركة الأكبر اللي هتقوم. لو أول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك وصلوا على النبي في الكومنتات ولايك على الفيديو ده، وتسجيل تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.